هنيجي للفيديو البسيط ده. كان في حد من المتابعين طلب مني ان هو يعمل الشكل ده وعنده مشكله في الحته الحلزونيه دي. احنا هنعملها بطريقه بسيطه جدا، ولو في هو مثلا عايز يتعمق في تفاصيل يقدر يعني يتعب نفسه شويه وهيوصل لحاجه ان شاء الله. احنا اول حاجه هنعمل شيفت ايه وننزل كيوب عادي ونخش على الواير فريم ونصغر على الاخر كده ماشي. ونقدر نسحب ده كده لفوق، نسحب لحد هنا مثلا. تمام. هنمسك هنا الجزء اللي تحت ونعمل سكيل خالص، نخليه صغير كده بالمنظر ده. ونيجي بقى هنا ممكن نرجع الجزء ده ورا خالص عشان نعرف نشتغل. نخش على السوليد مود عادي، وممكن مثلا هنا نخش على مود عادي، نمسك الشكل بتاعنا ونعمل له كات هنا، نعمل مثلا 3، نعمل هنا 3. ونيجي هنا نعمل يعني اي حاجه، يعني مثلا شويه دولي. انا طبعا بعمل بشكل عشوائي، انت حاول تتعمق شويه في المقاسات وشوف انت تعمل ايه، بس انا اوريك الفكره يعني. تمسك الموديل بتاعك وتخش هنا على الموديفاير وتكتب هنا سيم اهي، تلاقي هنا سيمبل ديفولت. تمام. هيظهر معاك بالمنظر ده. تخش هنا، انت متعلم على التويست، وتيجي اتجاه الزد بتاع، تعمل اتجاه الزد وتروح جاي لافف لافف لافف، تلفها في مثلا اخر حاجه 360. هي دي الفكره بتاعت الحلزون. طيب هي يعني هي واضح اللي هي مثلا ما فيهاش حلزون كتير، ولكن انا حاولت اوصل لفكره ان انا اعملها كذا مره تقريبا ما عرفتش اوصل لحاجه، ولكن هنشوف نحاول يمكن نوصل مع بعض لحاجه ثانيه. بنيجي هنا تحت مثلا، هنا ممكن تروح جاي مثلا اعمل دي كده مثلا، اعملها لتحت سنه عشان الجزء ده يعني يبقى ستريت شويه. تمام. وممكن هنا عندنا حاجه ليميت، اعتقد ملهاش لازمه، احنا بناخد من تحت ونطلع فوق فهي ملهاش لازمه. تمام. تقدر تعمل ابلاي. تمام. والله جات لي فكره، طب حاول نعمل كمان سيمبل ديفورم تاني. نخش على الديفورم نعمل سيمبل ديفورم تاني، نشوف ينفع نلفها كمان. فين سيمبل ديفورم؟ تقريبا كنت اكتبها في السيرش احسن، انا ما بشوفهاش كويس اهي. لا سيمبل ديفورم. تمام. خش على اتجاه الواي تاني، ينفع يلف؟ بص اهي. تمام تمام كده نقدر نلف كذا لف اهي. انا عملت مره ودي التانية، شوف نقدر نلفها كذا لف. تمام. ننزل دي تحت شويه لما نعملها. تمام. هي ظبطت معانا اهي، حظكوا كويس. ممكن نعمل ابلاي طبعا هنا. ممكن دلوقتي تمسك، تخش هنا على الايد مود وتمسك الجزء ده لحد تحت، والجزء ده والايدج ده والايدج ده. تمام. ممكن دلوقتي نعمل بيفل بسيط مكون من 2. تمام. اعتقد كده تمام ماشي. لو عملت دلوقتي كنترول 2 سبديفيجن وعملت شيل سموث هتلاقيها ظبطت معاك. ممكن تروح جاي ماسك الجزء اللي فوق ده بقى، احنا محتاجين نعمل هنا بقى الدايره بتاعتنا. هنمسك هنا على الفيسز دي نعلمها. طبعا احنا شرحنا كذا مره ازاي تجيبوا اللوب تولز دي. كليك يمين، نختار سيركل. اول ما تعمل سيركل تلاقيها عامل دايره، تروح جاي باصص في اتجاه الاكس وتروح جاي عامل ايه، اكسترود لفوق بالمنظر ده. تمام. وتعمل اكسترود تاني، نطلع تاني. ممكن تمسك تخش على الواير فريم ونعمل هنا برضو اكسترود الينجو نورمال. اول ما نعمل كده هتلاقيها عملت معاك. لما تلاقيها مش مظبوطه كده بتنزل تحت هنا، بتعمل اوفست ايفن تلاقيها ظبطت معاك. تمام. ايه المطلوب دلوقتي؟ المطلوب ان احنا هنعمل كده اهو. هنمسك دي برضو وننزل تحت شويه. وهنا طبعا هنا بقى دخلت في بعض، يعني الدنيا مش مظبوطه. احنا ممكن نروح جاي ماسكين دول الجزء ده كده، نعمل اكس فيزز، اكس فيزز، ونمسك ده نعمل فول ونعمل انسنت. احنا محتاجين اصلا نعمل انسنت، بس هنبص في اتجاه الاكس ونعمل انسنت عشان نجيب نفس الحته دي. وممكن نروح جاي عاملين كده اهو اكسترود. لا لسه شويه، هنعمل سكيل شويه. اكسترود كده اهو مثلا الحته دي. تمام. ونعمل اكسترود تاني ونكبر شويه، اكسترود ونكبر ونعمل اكسترود نطلع فوق. بعدين اكسترود تاني ونصغر شويه سكيل، اكسترود. بنمشي طبعا ورا الشكل ده ونعمل اكسترود تاني ونكبر سنه ونعمل اكسترود ونعمل اكسترود تاني ونصغر اكسترود. بعدين اكسترود ونكبر تاني اكسترود.
طبعا احنا بنفضل ناخد لحد ما نمشي ناخد الشكل كله. ادي اكسترود تاني، هنعمل هنا انسنت، نبص في اكس تاني، نعمل اكسترود، نعمل اكسترود تاني، ونعمل سكيل اكسترود، ونعمل هنا بقى ممكن نعمل ايه، انسنت انسنت. هنفتح هنا البروبوشن اديتنج عشان لو عايزين نعمل المنحنى اللي فوق ده، نمسك الفيس ده نعمل سكيل. طبعا هي كبيرة دلوقتي، سكيل، هي مش سكيل، هنعمل جي. تمام، هنعمل دلوقتي جي ونعمل كده اهو. اعتقد كده مظبوطة، تمام كده كويس. ماشي، ايه تاني؟ احنا دلوقتي المفروض نعمل كنترول 2. احنا كده عاملين اصلا كنترول، لكن هنشغلها من هنا السب ديفيجن. ممكن دلوقتي نعمل السبورت ايدج بتاعنا، نضغط بس كده اهو، ونعمل هنا واحد ونعمل له بيفل عشان يظبط معانا. واعتقد الباقي كله مظبوط. يعني ممكن هنا مثلا نعمل سبورت ايدج هنا مثلا بسيط، هنا سبورت ايدج بسيط، هنا واحد، هنا واحد، هنا واحد. اعتقد هنا كده مظبوطه، ولكن يعني هي الجزء اللي تحت ده محتاج تظبيط شويه، انت بقى محتاج تجتهد شويه. ممكن تزود سيمبل ديفورم تاني، يعني ممكن بدل ما تعمل سيمبل ديفورم واحد تعمله 3 4، هيظبط معاك يعني، ان شاء الله هيظبط معاك كويس. الشيدنج، نخش على الشيدنج عشان نشوف ايه اللي ممكن نعمله. هنعمل الماتيريال الاول اللي هو الستانلس. تمام، ادي اول حاجه. خش هنعمل ماتيريال ستانلس، نعمل نيو. ممكن نيجي هنا نغمق شويه بسيطه ونخلي الميتاليك على الاخر، ونعلن الريفرنس. طبعا هو محتاج يبقى افتح من كده، فاحنا هنفتح. طبعا هو لازم عشان يبان طبيعي لازم تفتح، تحط انت مثلا اضاءة من عندك. انا هحط مثلا اضاءة هنا، اخش على الكلر هنا، نخش مثلا هنا على ال HDRI، ممكن ناخد دي. طبعا مش هيبان غير لما اقفل السين وورد اللي انا كنت عاملها. شوف كده الشكل كده بان بقى شكله واضح اكتر. فالرفرنس ممكن نقلله شوية ولا نخليه يلمع على الاخر. تمام. طب ايه بقى عشان اعمل اللون ده، اعمل فيه يعني، اعمل هنا لون احمر وهنا لون ايه، احمر برضه. احنا بنلجأ لحاجه يعني، مثلا بنكون على نفس الماتيريال هنا او تمام، بنعمل نيو ماتيريال، ومثلا نختار نعمل لون مثلا احمر، ولكن اصبر شويه عشان نشوف هنعمل ايه. ممكن نروح جاي على الفيس ماسكين ده. تمام، واحنا عايزين برضو نعمل الجزء ده والجزء ده والجزء ده، وناخد الجزء ده كمان معانا. تمام، اول حاجه وهدا كده عشان تلون يعني تلون ماتيريال جوه ماتيريال. يعني احنا دلوقتي عاملين ماتيريال اصلا ستانلس، عشان تلون الماتيريال ده انت بتتعلم بالطريقه دي. اول حاجه بتعلمها هو، تعالى بس ناخد، مش عارف راحوا ليه. تتعلم من الجزء اللي انت عايز تعمله، بعدين تروح جاي عامل له، تتعلم على الماتيريال الجديد وتعمل اساين. اول ما تعمل اساين بتفصل اللون ده على اللون ده. تمام، وانت دلوقتي تختار، ممكن تختار اللون الاحمر، وتعمل برضو الميتاليك تعليه لو عايز تعدل الميتاليك، او بلاش الميتاليك، ممكن ماشي على الميتاليك بس هتخلي الرفرنس على الاخر يعني. خلاص تمام. هتلاقي الجزء ده مش مظبوط قوي، انت ممكن تروح جاي مثلا ايه، عامل هنا الاول لوب كات عشان تظبطه لفوق كده، ولوب كات هنا عشان تظبط الحته دي. تمام، هنا برضو كذلك. تمام ماشي. نيجي برضو على الاجزاء اللي تحت دي، انت هتحدد بقى انت ده هتجتهد فيها، هتحدد حته حته وتعمل اساينت وتعمل نيو ماتيريال تاني للون الاصفر والايه والاسود ده. ولكن تعالى نعملها مع بعض. ادي واحده، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سته، سبعه، تمانيه. بس كده. ممكن نروح جاي واخدين ايه، نيو ماتيريال تاني، نعمل اساين، نعمل نيو مثلا لون اصفر زي كده مثلا. اعتقد كده لون اصفر ده كويس. ماشي، يعني ندخل دي مثلا كده ميتاليك، خليها في رفرنس عالي شوية. ممكن برضو تروح جاي واخد دودي، عامل برضو اللون الأسود، نعمل نيو ماتيريال، الصين، اختار اللون الأسود، تعدل الميتاليك، أنا الرفرنس، تلاقيه معاك مظبوط، وتلاقي انت كده عملت الشكل بتاعك. مبروك عليك. بس انت طبعا محتاج تتعلم الديفورم شويه عن ده، انا ما اجتهدتش فيه قوي لكن انا قلت لك الفكره. تقدر دلوقتي تعمل فينا، واضح هنا في ده واحد اتنين تلاته اربعه، ممكن تروح جاي اعمل اللوب كات هنا
4 وتعمل لهم بيفل. اعمل الت اي لجوه شويه، هتلاقيه معاك بقى المنظر ده بقى شكله كويس. ممكن تشيل الخلفيه دي من اتش دي ار اي، بتيجي هنا على الفيزابيلتي وتلغي الكاميرا على الورد. ايه المفروض كده تتلغي في هو احنا لسه السيرون مفتوح؟ امال في ايه؟ احنا اصلا مش في الشيدنج احنا المفروض نخش على الشيدنج هنا، هتتلغي. تمام، هو كده واضح اللي هي بقت كويسه. نيجي هنا مثلا نعمل دونويز نفعله عشان تشوف الشكل بتاعك بشكل كويس، شكله واضح. وبكده يكون وصلنا لاخر الفيديو، واتمنى تكون استفدت. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه، وما تنساش تتابع الكورس بتاعنا على اليوتيوب.